معظمنا شاف فيلم الرعب تشاكي بتاع العروسة اللعبة اللي بتخلص على الناس، بس اللي ما تعرفوش إن اللعبة دي موجودة في الحقيقة. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. بتبدأ الحكاية في فلوريدا سنة 1904، وبالتحديد في بيت عيلة الطفلة جين اللي كانوا مهووسين بالسفر لدرجة إنهم بيسافروا كل يوم، وكانوا متعودين يسيبوا بنتهم جين مع الدادة العجوزة بتاعتها اللي كانت في نفس الوقت رئيسة الخدم في البيت، واللي كانت والدة جين قبل ما تسافر آخر سفرية بتعاملها وحش جدا، وده بسبب إنها أهملت في مرة مع الشغالين لدرجة إنها قالت لها إنها مسافرة شهر، وأول ما هترجع هترميها في الشارع لو لقت أي غلطة منها. بس للأسف والدة جين ما كانتش تعرف إن الست العجوزة اللي سايبالها بنتها ليل نهار كانت من قبيلة من جزر البهاما، وكانوا بيشتغلوا في السحر الأسود. وفعلا سافرت والدة جين، بس الشغالة العجوزة فضلت طول الشهر في أوضتها ما تخرجش منها، واللي قررت تعلم والدة جين الأدب بطريقة ما تنساهاش طول عمرها. وبعد رجوع صاحبة البيت ب3 أسابيع وفت وعدها مع الشغالة العجوزة وطردتها، بس قبل ما الست تمشي ادت لجين عروسة لعبة عشان تفتكرها بيها. بس العروسة اللعبة دي ما كانتش لعبة والسلام، دي الدادة العجوزة اشتغلت عليها بالسحر الأسود طول الشهر اللي كانت أم جين مسافرة فيه. المهم خدت البنت اللعبة واتعلقت بيها جدا وسمتها روبرت، وبقت شايلها معاها طول الوقت حتى وهي نايمة، لدرجة إنها كانت بتعاملها كأنها شخص حقيقي وكمان بتتكلم معاها. ولاحظ الخدم إن في حاجة غريبة بتحصل، لأن جين وهي بتلعب وبتتكلم مع اللعبة كانوا بيسمعوا صوتها بترد عليها، بس في الأول قالوا دي عيلة صغيرة ويمكن بتغير صوتها وهي بتلعب. بس مع الوقت بدأوا يسمعوا اللعبة وهي بتتكلم بصوت خشن جدا، صوت راجل كبير، مستحيل يكون ده صوت طفل أبدا لأن الصوت كان واضح جدا وكلهم سمعوه. لحد ما في يوم من الأيام سمعوا صوت صريخ جاي من أوضة جين، فاتفزع الأب والأم وجريوا على أوضة بنتهم اللي لقوها قاعدة في ركن في الأوضة وهي مرعوبة جدا، وكل ما يسألوها في إيه مالك تشاور على العروسة وتعيط. بس الأب والأم افتكروا إن جالها كابوس فهدوها ورجعوا أوضتهم يناموا. وبعد الموضوع ده بكام يوم البيت حاله اتشقلب وبقى يحصل فيه حاجات غريبة، يعني أبواب تتقفل وتتفتح لوحدها، كتب تقع لوحدها بشكل غريب، النور ينور ويطفي لوحده، ده غير الأصوات الغريبة اللي كانت في كل مكان. وهنا الأب والأم بدأوا يشكوا، فبدأوا يجمعوا الخدم عشان يسألوهم عن أي حاجة غريبة حصلت في البيت هم ما شافوهاش قبل كده. والمفاجأة إن كل الخدم أجمعوا وقالوا إنهم شافوا اللعبة بتتحرك لوحدها أكتر من مرة، وواحد منهم قال إنه شافها بعينيه وهي بتمشي بالليل وبتكسر حاجات في البيت، ولما حاول إنه يلحقها مشيت على الحيطة ووقفت على السقف وما قدرش يقرب لها. حتى الجيران قالوا إنهم شافوا العروسة اللعبة وهي عند شباك الأوضة من غير ما حد يكون ماسكها. وبالرغم من كل ده ما صدقش الأب والأم وقالوا مستحيل إن ده يكون في حتة عروسة لعبة، لحد ما في يوم سمعوا جين بنتهم وهي بتصرخ كأن حد بيضربها، ففتحوا باب أوضتها ولقوا كل الهدوم بتاعتها ولعبها مرمية عليها والأوضة كلها بالكامل مقلوبة. وهنا عرف الأب والأم إن اللعبة فيها سر مرعب، فقرروا إنهم يتخلصوا من اللعبة بإنهم يولعوها أو يقطعوها. بس واحد من الخدم قال لهم ما ينفعش يعملوا كده لأن اللعنة اللي فيها هتحل عليهم كلهم وهيتلبسوا، وقال لهم إن الحل الوحيد عشان يخلصوا منها إنهم يحطوها في مكان ويقفلوا عليها للأبد. وفعلا حطوها في أوضة فاضية محدش كان بيدخلها ولا بيقرب منها. ومرت الأيام ورجعت العيلة طبيعية وتوفى الأب والأم وكبرت جين واتجوزت، وكل الوقت ده والعروسة لسه في الأوضة ومحدش بيقرب لها. وتوفت جين وقرر جوزها يبيع البيت اللي فيه الأوضة اللي ما اتفتحتش من سنين، وطبعا اللعبة موجودة فيه. وللأسف الملاك الجداد اللي اشتروا البيت ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن اللعبة ولا عن الأوضة المقفولة، وعشان كده فتحوا الأوضة اللي كانت كلها غرقانة بالتراب ما عدا حاجتين، وهما اللعبة روبرت أو زي ما قالوا عليه في الفيلم تشاكي، والكرسي اللي قاعد عليه، وكانوا نضاف كأن حد لسه منضفهم وسايب الأوضة كلها مطربة. والملاك الجداد كان للأسف برضو عندهم بنت صغيرة واتعلقت باللعبة جدا وشبطت فيها، وحصل نفس السيناريو اللي حصل مع جين. فقرر الملاك الجداد إنهم يحطوا العروسة في متحف أمريكي اسمه مارتيلو ميوزيوم، ويقال إنها لسه موجودة فيه لحد النهاردة وتقدر تروح وتشوفها بنفسك، بس لو حبيت تتصور جنبها ياريت تستأذنها الأول لأن لو وافقت هتهز دماغها، ولو ما وافقتش وتصورت معاها استحمل
اللي هيجرالك. والكلام ده على لسان اللي شغالين هناك، اللي بيشوفوها كل يوم بالليل بتتمشى في المتحف وبترجع لصندوقها تاني.